سلامة، معكم نهال. واليوم باش نعمل مع بعضنا كسكسي بالعلوش ياسر بنين تونسي هكا محرحر. ما نحكي لكمش، بس تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل حاجه جديده نعملها. هذا اخر اكله نسمى باش نعملها غدوه، اخر نهار عندي في التاسع. ادعوا لي ان شاء الله ربي يسهل الولاده متاعي. اول حاجه عندي هنا شوفوا كيلو نص ولا 2 كيلو ما نعرفش بالضبط من اللحم العلوش. عندي الخضره متاعي، عندي هذا الكسكسي انا مفرغه في حكوك هيك، البصل والسناريا، تحطوا الحمص، تحطوا اللي يظهر لكم، تحطوه كيما يظهر لكم. طيبوا. اول حاجه باش نجيب هكا شويه الخضره متاعي، نجيب النحاسه ونحط فيها الزيت كميه هكا محترمه من الزيت. من بعد نجي نحط فيها شويه فلفل احمر. الفلفل الاحمر حلوه ذي، خاطر انا بنتي هي اللي شهيته الكسكسي وهي صغيره مازالت بيبي، عندها 3 سنين الا شهر. تحب الكسكسي، تموت على الكسكسي التونسي. هاك حطيت واحده حكه يعني واحده معجون طماطم وزدتها نص، تجي مغرفه كبيره ونص من الطماطم. هذاك علاش ديما نعمل الفلفل الاحمر الحلو. حطيت مغرفه من السكر باش على قرصيه الطماطم، وباش نحط 2 مكعبات نتاع الفحات. كان عندكم تحطوهم، ما عندكمش تحطوا فحات نتاع اللحم. وقطعت هكاكا بصله على 2 وزدت بصله اخرى. من بعد نحط الفلفل الاسود. اللحم العلوش معروف الفلفل الاسود وفحات بتاع اللحم هكا، ونخلطهم مليح كما تشوفوا من غير نار من غير حتى شيء. الملح ما نحطوش تويك. بعد جبت اللحم نتاعي باش نحطوه. انا نلقى كميه كبيره، ما نجيش نحط كل الكميه هكا باش نحركهم لين يدخلوا في الفحات مليح، يتفوحوا مليح في الصوص نتاع الطماطم وكل شيء. هكا نخلطهم مليح. الطريقه هذه على فكره طريقه امي طيب هكا الكسكسي. بعد ما حركناه مليح وقعد هكا يجي 4 ساعه خذيت فيها كالفحات والتتبيله. من بعد نجيب نقطع عليه السفناري، نقطعها غليظه. واذا الحمص عندكم معناها حمص ني معناه مش هكا الحاضر، تحطوه في المرحله هذه زاد الحمص باش يطيب مطب اللحم. بعد لازم ما سخون، ما يلزمش الطريقه هذه بالماء البارد، ما سخون. بما اني انا بتبيع في اخر سي مازال لي نهار ونكمل التاسع، نفس بالسيف. ولهذا الحركه بالسيف هاك هذه اسهل طريقه تعملوا بها الغداء ولا العشاء. بعد حطيته يغلي على روحه لين تطيب اللحم سله على روحه. كي يقرب يطيب اللحم نمشي انا نحضر الكسكسي. هاو كنحط كميه الكسكسي اللي انا حاشي. هذا زاد كسكسي تونس من تونس. هنا احنا عنا ولو يجيبوا شوي في الحاجات التونسيه. حطيت شويه كركم وشويه فلفل اسود ونحط شويه زيت. قبل ما كنتش تلقى الحاجات لا كسكسي تونسي، لا كنت تلقى غله ولا حاجه تونسيه. هاكا. وبعد بالماء السخون نرشرش ونصب عليها لين يضاعف الحجم نتاعو كيما تشوفوا كيك. وبعد نسيبه نخليه يشرب وبعد نرجع له. هاكا كي طب اللحم يعني طب يعتبر 90%. حطيت له الملح وباش نحط الكسكسي من الفوق، خاطر الكسكسي بطبيعته هو ما عندوش روح، وهو اللحم بركه اللي نحبوه يطيب. 10% الباقي طيب لنا الكسكسي وتفضل. هاك حطيت الكسكسي ونغطيه ونخليه يطيب على روحه. على ما هو طاب جيت انا قطعت هكا 3 كعبات بطاطا براج كما تشوفوا، وباش نحط عليهم شويه كركم ونحط زاده شويه من الملح ونحط عليهم ماء سخون ونخليهم يطيبوا كعبات البطاطا يتصمتوا. بعد ما يتصمتوا نصفيهم هكا كما تشوفوا من الماء، وحطيت الزيت يسخن ونحط نقليوهم بالباهي. كعبات البطاطا نحبوهم هكا يتقرمشوا من برا، فمش اسهل من هكا للكسكسي. شوفوا ياخذوا اللون المزيان هكا، مره نقلبوهم على اليمين مره على اليسار. من بعد نقليو معاهم 3 ولا 4 قرينات فلفل. وحضر معنا كل شيء تويكا. البطاطا حضرت، الكسكسي هاكا طاب. نحطو هكا نحلو شوي الكسكسي، نحلوه شوي، خليوه هكا يهدى شوي ونحلوه هكا باش ما يجيش معجن معانا. من بعد نجيبوله الصوص ونخلطوه. تحبوا تخلوه يرتاح بالصوص، تحبوا لا.
اهو كنخلطو مليح، خلوه يشرب هكا الصوص، ولا تحبوه تحطوا طول كما يظهر لكم. هاكم بعد ما شرب الصوص نتاعو حطيته في الطبق في الصحن نتاعي كما تشوفوا، ونجي نحط عليه اللحمات هكا من الفوق. شوفوا ما شاء الله اللحمه كيفني. ومن بعد نحط عليه، تنجموا تحطوا الحمص اذا كان عندكم الحمص حاضر تحطوه، هنا في الاخر ما حطيتوش. هاكا حطيت البطاطا والسناريا، نحط شويه زبيب هكا من الفوق، ويتسمى فطورنا. احذر تاكلوا صح وبالشفاء ان شاء الله. يعجبكم الكسكسي، واذا عجبكم بالطبيعه ما تنسونيش في اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلكم كل حاجه جديده نعملها. هذا الكسكسي التونسي في اخر مرحله نعمله، خاطر بعد ما نولد حبت لي هكا باش نعمل، خاصه مع الواحد يبدا هكا وحده وما معاش شكون يعاونو، يبدا في الاخر.